نرحب بحضراتكم ونبدأ بقى حوارنا مع ضيفنا الكاتب الصحفي المميز الأستاذ ياسر تهامي مدير تحرير موقع وجريدة العربية نيوز. أهلا بيك أستاذ ياسر ونورنا. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، ويا رب تكون حاجه يعني فقره مميزه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بوجودك معنا. الله يخليك. استاذ ياسر، يعني انا كنت بقول انه نتمنى في يوم انه لا نجد في صفحاتنا سوى اخبار الانتصارات والنتائج الايجابيه والانجازات الرياضيه والمتعه في مجال زي كده بنشوف. وانا دايما دي بلاقيها بصراحه في الصفحات العربيه، في الصحف العربيه او في الصفحات الاجنبيه الاوروبيه. صحيح الفضائح موجود لها مكانها، ولكن دايما مهتمين بالنتائج والمباريات ومين فاز ومين حقق حاجات. احنا دايما بتختلط وبتاخد المانشيتات العريضه ورؤوس الصفحات حكايات المشاكل والخلافات، حاجه في اتحاد كوره، حاجه في النادي الفلاني، حاجه في اتحاد رياضي معين. الى متى ستستمر هذه الاخبار الغير ايجابيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا انا متفق مع حضرتك يعني 100% في الكلام، لان جرى العرف او جرت العاده ان دايما الاخبار اللي هي مش عايز اقول اللي عليها بهارات او الساخنه او بتاعت الراجل اللي عض الكلب. بالظبط. ما هو احنا لما كنا بيدرسوا لنا في اعلام فبيقولوا هو الخبر اللي الكلب ما يعضش بني انسان، لكن الانسان يعض الكلب. هو ده الخبر، هي دي الحاجه الجديده الاتراكتيف اللي الناس ليها هيبقى فيه الجاذبيه، والناس بالتالي عض الكلاب يعني ولا ايه؟ لا، ما انا بقول هو كان كاكزامبل بالنسبه لنا في اعلام كانوا بيقولوا ده الخبر. ايوه صحيح. اللي يتقري. فممكن الناس تكون شغاله في المدرسه اللي هي القديمه دي بتاعت القاهره 30 اللي اتلغت اصلا. انا ضدها تماما. ما هو اقول لحضرتك حاجه، انا مشكلتي ايه؟ انا مشكلتي ان انا ماليش اي مصالح مع حد في مصر ولا خارج مصر. مفيش تصنيف، وانا مش مستفيد ولا بقبض من اخر الخبر كمان. انا اسف اللي انا عايز اقول ما بقبضش من حد. فبالتالي انا سيد قراري، مش مجلس نواب، لكن انا كياسر تهامي انا سيد قراري. فبالتالي بقول اللي انا لما بقول كلام اللي مقتنع بيه ان انا هقابل ربنا في يوم من الايام، فما اطلعش صغير. اصل انا بكذب، اصل انا بجامل جمال علام عشان انا هشتغل عندي مستشار اعلام، لا مش عايز. اصل انا بجامل كابتن مدحت شلبي عشان هيخليني اعمل برنامج، مش عايز. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا بقول مثلا يعني اسف بقول الاسامي يعني عشان اوضح بس للساده المشاهدين، لكن انا ما اقصدش يعني ما اقصدش اسم معين، لكن انا بقول ان دايما الانسان لازم يكون امين مع نفسه. ده مهم جدا، ده مهم جدا. الاعلام بقى المصري بس هو احيانا الامور هي اللي بتفرض على الصحفي، يعني هو لانه هو دي الاخبار اللي موجوده، فالصحفي بينقلها كما هي يعني بدون تلوين احيانا. يعني ما هو طبعا هو لما الصحفي ينقلها بدون وجهه نظر هو انجازات هيحطها بدون بالظبط. ما انا مش عايز اقول ايه لو اعرف مين زقني، ما فيش غير كده يعني. هو ما فيش غير كده، لكن برضو ممكن بشكل او باخر تبقى الموضوع كله مش اسود. على الرغم ان انا بكلمك كده وبقول انا من انصار مدرسه زي ما انت حضرتك قبل كده تفائلوا بالخير تجدوه. ودايما انا على فكره بالمناسبه في حاجتين بيخليني اتفائل. كويس. ضحك ابن احمد الصغير، ربنا يخليه لك. ربنا يخليك تسلم. ومحمد النني، تخيل يا سلام بشوف ضحكته وهو واحد ضربه بالستارز في وشه، الاقيه بيضحك ومبتسم والحياه عنده ماشيه. صحيح. عندي احمد نفس العمليه، الضحكه مبتسم على طول، اول يبص لاي حد يبتسم. ده شوش ما شاء الله. يعني اتمنى الناس كلها تبقى كده. على الرغم ان انا مش عايز اقول لك كم المشاكل اللي جوايا انا كياسر، كل الانسان ما وردتش على حد زي ما بيقولوا. كلنا كده كلنا هذا الرجل. هل لو قبل ما ندخل بقى يعني عايزين ندخل بقى في تفصيل الاخبار، لكن هل لو القارئ للصحيفه لم يجد مثل هذه النوعيه من الاخبار الساخنه المشطشطه اللي فيها خلافات، سوف يحجم عن قراءه الجريده مثلا الفلانيه ويذهب الى الاخرى التي ترضي هذه النوعيه؟ هقول لحضرتك حاجه، في ناس في نوعيه من القراء بيحبوا النوعيه دي من الاخبار اللي بيبقى عليها بهارات، بس دي انا شايف ان دي نوعيه بقت كتيره. يعني الاغلبيه من القراء زي هقول لحضرتك حاجه، انا لما يكون عندي برنامج مثلا بقدم برنامج وبقول حاجه انا شفت كذا وبيحصل كذا وانا مش عارف ايه، الاعلانات بتزيد. يعني لو انت هتحسبها بقى ايكونوميك سبيشالست من الناحيه الاقتصاديه، الاعلانات بتاعتك هتزيد، المشاهده هترتفع، رغم اللي انت بتقوله الكلام ده اللي بتقوله حضرتك هوا سوري يعني مش حسام، لا سوري. ايوه يعني اللي انت بتقوله كاعلامي بيقدم برنامج ممكن في الاخر تبص كده تلاقيه يعني مش عايز اقول بالبلدي بلح، مفيش حاجه خالص، مفيش اي معلومه، مفيش اي حاجه جديده، كله كلام فاضي ملوش اي اساس على ارض الواقع. لكن في ناس بتحب كده. الاعلانات
سوق الاعلانات ممكن يحب الحاجات اللي هي بالنوعيه دي، خاصه بالنسبه للحاجه المرئيه او بالنسبه للتلفزيون. نعم. للبرامج. ودي برضو انا عايز اوجه برضو النظر او وجهه ملاحظه حضرتك بشكرك عليها، ان الاعلاميين يعني يشتغلوا اعلام بقى. يعني انا بشوف ان الاعلاميين في مصر سواء رياضه وبتاع، حضرتك لو جيت قلت لي بتتفرج على توك شو اقول لك حد الله، عمري ما اعرف مين اساميهم. صحابي يعني نعرف بعض شخصيا، كل اللي بيقدموا على فكره بلا استثناء. نعم. حتى الاستاذ حمدي انديل مثلا، يعني كل التوك شو، لكن انا ما بتفرجش خالص على التوك شو. انا بتفرج على ايه بقى؟ بتفرج على الدوري الانجليزي، تحليل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي عشان محمد صلاح. بس ده اللي انا اعرفه، التحليل وكده. وانا عندي القناه اللي هي الصعبه المحتكره دي، فعامل اشتراك من زمان فيها فبتفرج عليها، رغم ان انا ضدها وضد احتكار وضد لكن مجبر بقى يجيب لك ابرز نجوم في العالم بيحللوا. فانا بقول ايه، لكن التوك شو مثلا على سبيل المثال، ما هو ممكن الرياضه ما توك شو، لكن انا ما اتفرجش خالص على النوعيه دي. انا عشان اريح اعصابي يعني لكن في ناس بتتفرج وناس بتبقى مبسوطه. اللي انا عايز اقوله ان الاعلام يشتغل اعلام صح، اعلام بناء لصالح البلد، وده محتاجين المرحله الجايه.